هاد القصه اللي غنقول لكم دابا انا ما عارفش كيفاش نبداها، حيت فيما كنتفكرها ولا كنعاودها لشي واحد كضرني في خاطري، حيت اقرب ناس ليا اداوني باش ينوض صاحبك اللي دوز معاك الحلوه والمره، اللي كان صاحبك وكيدخل معاك لداركم وكيعرفوا عائلتك وكيعرفوه الناس كاملين والجيران، غادي ينوض يسحر لك ويخرج عليك على صحتك ويخرج لك على خدمتك ويطيح لك شعرك بحاجه بسيطه اللي ما تساهلش يدير على قبل هادشي كامل. هادشي اللي غتشوفوا في القصه ديالنا دابا، وهاد القصه للعبره ماشي باش تسمعها وتستمتع، ولكن لا، سمع وحدي راسك. ما نطولش عليكم بزاف. الا كنتي اول مره كتشوفني، انا الياس الزهري، دير واحد لايك وابوني ونبداو القصه على بركه الله. انا دابا غادي نعاود لكم القصه من الاول حتى الاخر، ركزوا معايا مزيان باش تفهموا القصه. انا واحد الانسان اللي ساكن في الكريان، اللي ما عرفش الكريان هما البرارك، عايش حياه بسيطه، كاين انا والوالد والوالده وجوج خوتي الصغار، يعني انا هو الكبير، وانا اللي خارج دابا نخدم ونضرب تماره مع الوالد باش نتعاونوا، باش ان شاء الله يا ربي حنا نديروا دويرتنا وما نبقاوش ساكنين تحت القصدير. عييت ما نقلب على الخدمه في المدينه اللي انا ساكن فيها، ساعه الخدمه قليله. واحد النهار واحد صاحبي خدام في طنجه غادي يقول لي شوف سير لطنجه، راه كاين الخدمه، راه تما بزاف ديال الناس كيجيو يخدموا في طنجه من المغرب كامل، وحكا راه كيجيو تما حتى الافارقه كيخدموا، باقي انت اللي مغربي ولد البلاد وما تلقاش الخدمه ديالك. فداك الشيء اللي قررت نهز الصاكي ونسلم على دارنا ونقول لهم والو، غادي نمشي لطنجه نخدم. واخا صراحه الله كان صعيب عليا شويه نخلي الوالد والوالده اخوتي الصغار، ولكن على قبلهم خصني نريسكي شويه، واخا غير في نفس البلاد، ولكني غادي نتوحشهم بزاف حيت ولفت انني نبقى معاهم بزاف وما مولفش نسافر بلا بهم. سلمت عليهم وشديت الطريق لطنجه، ما كنعرف حتى شي واحد من غير داك صاحبي اللي هو اللي دخل ليا وشاف ليا واحد السيد في واحد الشركه باش نخدم عنده، الله يجازيه بخير. مني مشيت لطنجه بديت نقلب على الكرا، لقيت واحد السمسار قال لي شوف اولدي، انا راه بزاف ديال الناس كيجيو عندي هنا من المغرب كامل وكيقلبوا على شي بويت، انا غنشوف لك بويت مع الناس واش تسكن معاهم، حيت الدار بزاف عليك، هذيك الفلوس اللي غتعطيك الله يعطيك في الخدمه ما غتقدكش في الكرا، اللهم بويت مع الناس وبسويريت ديالك وحاط الحويجات ديالك في الامان. قلت لي داكشي اللي بغيت انا، بغيت نحط راسي والصباح راني في الخدمه. خديت واحد البويت بواحد البركه الله يجازيه بخير، والصباح مشيت للخدمه ديالي. استقبلت الناس ديال تما بصراحه الله، تهلاو فيا، هضروا معايا زوين، كبروا بيا وراوني الخدمه. صراحه الخدمه فيها تماره، وماشي داكشي اللي كنت كنبغي ولا داكشي اللي كنت كنحلم، ولكن على قبل راسي وعلى قبل الوالديه وغنتقاتل ونخدم حتى ربي يدير اللي فيها الخير. واخا صراحه الله الناس اللي خدامين معايا فيما كيشوفوني كيقول لي شوف انت اخويا ماشي دير هاد الخدمه هادي، انت اخويا خسير قلب على خدمه اخرى. تنقول لهم راه خوتي راه طرف الخبز صعيب، ولكن الحياه راه هادشي اللي بغات، الحياه قاسيه علينا، خصنا نخدموا هنا وهنا وهنا، لا بغيتي طرف الخبز حلال. داكشي اللي درت، خدام مقاتل مع راساتي، كنخدم من 8 الصباح حتى ل 7 ديال الليل، وبعض المرات كنزيد السوايع حتى لديك 9، حيت اصلا ما كاين ما يدار، واصلا انا محتاج الفلوس. وحتى الناس اللي كانوا خدامين تما صراحه الله ديما مكبرين بيا ومعاونيني، واي حاجه بغيتها كيجيبوها ليا، وخصوصا في الغدا ملي كيجيبوا الغدا ديالهم ما كينساونيش، عارفيني انا زوفري تما، كيقول لي شوف بلا ما تجيب الغدا ديالك انا غنجيب الغدا ونتشاركوا معاه. فكل نهار كناكل مع شي واحد، داكشي اللي قسم الله. هذاك صاحبي اللي كنت عاودت لكم عليه ديجا كان خدام في هذه الشركه اللي كنت خدام فيها، ولكن كان مول الشركه صيفطو يخدم في بلاصه اخرى، ودابا رجع للشركه اللي انا خدام فيها. انا صراحه الله فرحت بزاف، قلت هنا صاحبي غادي نخدم انا وياه ونتوانس انا وياه، ما نبقاش نحس شويه بالغربه، واخا راه مدينه واحده اخرى ولكن كتحس بالغربه شويه. خدامين بخير نهار على نهار مقاتلين، وكل سيمانه ولا 15 يوم كنجمع واحد البركه وكنصيفطها لمالين الدار، بحكم مول الشركه داير لينا دوك السوايع اللي كنزيدو كيعطيهم لينا في ديك السيمانه والفلوس الاخر ديال الشهر. فانا ديما كنزيد السوايع في ديك الفلوس ديال السيمانه اللي كنزيد بهم السوايع، كنصيفطهم للمالين دار يقضيو بهم الاغراض ديالهم، بما جات الاخر ديال الشهر ونصيفط لهم داك البركه اللي كنتخلص، وكنخلي ليا غير شويه اللي غنخلص به الكرا وشي حاجه اللي نقدر ناكلها. تنقول والديا هما الاولين حيت هما الاساس على ودي جيت. داز نهار على نهار، واحد النهار غادي يجي مول الشركه واللي غادي يشوفني اول مره، شافني وبقى تيشوف فيا وعيط ليا، قال لي يا جا ولدي واش تخدم معنا هنا؟ قلت لي اه. قال لي خدام في هاد البلاصه؟ قلت لي اه. قال لي يا ولدي وجهك ماشي ديال هاد التماره، وعاودت لي القصه ديالي وقلت لي راه هادشي اللي بغى الله، انا راه خدام والخدمه راه ماشي عيب والحمد لله من حد ليا حلال، اللهم لك الحمد. ومشى كملت الخدمه ديالي بخير وعلى خير. ومول الشركه هذيك الايام ولا كيجي للشركه بزاف، ولا فيما كيدخل كيقول لنا السلام عليكم وكيمشي. واحد راجل كبير، واحد راجل الحاج يعرف بينه وبين الله، والله عمرها دار الناس ديال الشركه كاملين كيشكروا، والبيرو اللي كان خدام فيه كان تيطلع على الخدمه ديالنا، فكل نهار كنشوفو حاضر خدامه وكيشوف شنو كاين، وكيشوفني حتى انا كنضرب تعماره وكنتقاتل وديما زايد السوايع.
فالحاج هنايا وليت انا عزيز عليه، ولا ديما تيعيط ليا كي داير ولدي لاباس عليك واش خصك شي حاجه، ومره كيجيب ليا شي حوايج من دارو بحكم انه عارفني انا راه غازوفري ديال راسي. حتى لواحد النهار وعيط ليا ويقول لي طلع عندي للبيرو. طلعت عنده للبيرو ويقول لي قول لي يا ولدي دابا انت فين ساكن وشنو دابا شنو داير في حياتك؟ قلت ليه سيد الحاج انا راه لقيتيني غير ساكن مع واحد الناس وكاري معاهم واحد البيت وتنخلص واحد البركه على قد الحال. قال لي شوف اولدي في الشركه راه كاين فيها واحد البيت مسدود كان ساكن فيه العساس اللي كان قبل شحال هادي، ومني مشى داك العساس هاد العساس الجديد كيمشي لدارو، فمن الاحسن اولدي بلا ما تبقى تخلص الكرا وجلس في داك البيت، ومنها انت جالس موانس مع العساس، ومنها انت راك حاضي الشركه، ومنها راك ما كتخلصش فلوس ترونسبور اللي غتجي من دارك للخدمه. قلت لي الله يرحم لك الوالدين هذا الشيء اللي انا بغيت. قلت لي انا من الاول ديال الشهر ان شاء الله يا ربي نجيب حويجاتي ونجي للشركه ان شاء الله. وصراحه الله كانت واحد الفرحه كبيره، غادي ينقص عليا واحد الفلوس كثيره ديال الكرا، واخا صراحه الله ماشي فلوس كثيره حيت كان غابيت، ولكن راه زايده فيا اخوتي. ونهار على نهار بدات كتبنى واحد العلاقه زوينه مع مول الشركه، ولا ديما كيصبح عليا وتيبسي عليا وتيهضر معايا، ومره كيسخرني لدارو. حتى لواحد النهار، هذا النهار اللي غنكبر بزاف في عين الحاج اللي هو مول الشركه، واحد النهار خارج من البيرو ديالو غادي يمشي لدارو، حتى كيلقى الرويضه ديال الطوموبيل ديالو مفشوشه. هنا ملي شفت الحاج غادي يتمرمد وغادي يجبد جلابته باش يصايب الرويضه، قلت ليه حبس الحاج، انا راه بحكم انني كنت كنخدم في الصيف مره كيف كتعرفوا ان الشاب المغربي في الصيف وقيته ديال القرايه كيمشي يخدم مع ميكانيك سيكليست كياخذ واحد الخبره. قلت ليه سيد الحاج بلا ما تعذب انا نتمرمد ونصايب لك ديك الرويضه من باب الانسانيه اللي انه خير سابق عليا. حليت الكوفر جبت الرويضه بدلت ليه الرويضه قلبت ليه الزيت قلبت ليه الماء. قلت ليه سيد الحاج دابا كون هاني صافي راه كل شيء بخير. قال لي الله يرضي عليك اولدي واش بد واحد البركه بغى يعطيها لي. قلت لي لا سيد الحاج خيرك سابق عليا والله ما ناخذ من عندك شي درهم، عيا ما يبزز عليا حتى انا حلفت لي والله ما ناخذ من عندك شي حاجه، واخا صراحه الله كنت محتاج هذيك الوقيته، ولكن قلت خير وصافق عليا وحشمت. عقلت على صاحبي اللي قلت لكم اللي شاف لي الخدمه واللي كان خدام في شركه الاخرى وحاج خدم معايا في هذه الشركه، كيشوف هذا الشيء كامل قدام عينيه، ولا كيشوف ان الحاج ولا قريب ليا وهو اللي كان قبل مني الحاج ما مسوقش ليه، وحال زائد باش الحاج عطاني داك البيت في الشركه ونقص عليا داك المصاريف هو ما تسرطاش ليه وما عجبوش الحال. قال انا قبل من هذا السيد وهذا جا ولا عنده هاد الامتيازات كامله، هذا غدا ولا بعد غدا يولي شاف عليا. من تما وعلاقتي معاه ما بقاتش مزيانه. كنقول ليه الشريف مالك اسي محمد انا راه معاك بخير زعما علاش انت كتقلق مني؟ تقول لي ساعات ولا خويا انا عندي مشاكل، هو راه المشكل الوحيد اللي عنده هو معايا انا، ولكن انا ما فراسي والو. وهنا نهايتي قربات وانا ما فراسي والو. الحاج كانت عنده واحد البنت، هاد البنت كانت زوينه بزاف وكانت كتجي مره للشركه وكانت كتشوفني، وبحكم ان الحاج ديما تيعاود ليها عليا كانت كتجي وكتقول لي كي داير اخويا لاباس عليك كلشي مزيان، وكنت انا كنشوف فيها بحال اختي زعما عارف المستوى ديالي ماشي هو المستوى ديالها، وعمري فكرت في شي حاجه. هي زوينه تبارك الله، ولكن عارف جهدي هنا وهي جهدها كبير، فحدي كنشوفو كنقول تبارك الله. ولكن صاحبنا اللي هو صاحبي كانت كتعجبو بنت الحاج، وكان الحلم ديالو انها تهضر معاه ولا ياخذ النمره ديالها ولا يتزوج بها كاع. واحد النهار الحاج صيفطني لدارو ومشيت تسخرت ليه، وبنت الحاج كانت جايه للشركه وقالت لي شوف انت اصلا تجي للشركه يلا نجيبك معايا بلا ما تجي بكرفس في الترونسبور. قلت لها الله يرحم لك الوالدين رجعتني معها للشركه. صاحبنا مني شافني انا وياها في الطوموبيل قال صافي هذا طاح على همزه، وها هو دابا غدا ولا بعد غدا غيولي مول الشركه. هنا زاد الحقد كثر والحسد ولا بغى يدير اي حاجه باش يطيرني من ديك الشركه. صاحبنا اللي هو صاحبي كانت عنده علاقه مع واحد البنت، هاد البنت مريضه بالسادات ومريضه بالفقاعه والشوافات والسحاره، كانت فين ما كاين شي ضريح كتمشي ليه وفين ما كاين شي مسلم هي حاطه خيمتها تما ومريحه، وهو كان تيحماق عليها وبيني وبينك الله اعلم باقي دايره ليه شي لسان الحمار تماك. مشى عندها وعاود لها شنو كاين، ولكن ما قالش لي راه انا باقي بنت الحاج بحكم انها هي اللي عرفات راه غتصفيها ليه. قال لها راه حكا غير السيد اللي جبت انا عقلتي صاحبي ولا قريب للحاج وشويه غادي يولي هو مول الشركه وانا اللي بغيت نولي بلاصتو. قالت لي صافي ارتاح انا غادي ندير خدمتي وانت من تشد البوست ديالك اجي تزوج بيا. قال لها صافي هادشي انا اللي بغيت، وهو ضارب حسابه كيقول انا نوصل غير البوست ديالو وندير لها حتى هي شي قالب ونصيفطها. وكيف قلت لكم اخوتي انا ساكن زوفري راسي، فوليت مره كنطيب مع العساس ولا كنطيب شي حاجه لراسي او الناس كيجيبوا لي. حتى واحد النهار صاحبونا قال لي والو شوف بلا ما طيب اليوم العشاء انا غنجيب لك العشاء على حسابي. قلت له لا صافي بلا ما تعذب راسك انا راه غنطيب شي حاجه ناكلها. قال لي وياك انا اليوم غنجيب لك واحد الطويجين حق انا راه غنمشي نتعشى مع فلانه وغتصايب لك واحد الطويجين وتجيبوا لك.
انا هذيك السيده ما كنعرفهاش وما عارفاش زعما شنو كدير، حتى من بعد عاد غادي نعرف القصه ديالها هي وشنو كاين. قلت لي الله يرحم لك الوالدين، ملي تفكرتي صاحبك وخوك الله يجازيك بخير. صافي ريحت حتى لهاديك الساعه كنت معلوك من الخدمه، كنت ساليت مع السبعه وزدت السوايع حتى لديك 9 ديال الليل، دوشت ونعاس. وبيني وبينك كلها كملت نعاسي كاع ما فيقني، كنت كمان نتسوق للعشاء. حتى ديك 11 ونص ديال الليل كيدق عليا: وفيق وفيق والنعاس فيق. فقت قلت لي اخويا كون خليتيني ناعس ما في اللي تعشت، صافي نعست تقمت بالنعاس. قال لي والو دابا طيبنا لك الطاجين خصك ضروري تاكلو. حط لي واحد الطويجين صغير، قلت لي سمي الله ذوق معايا. قال لي والو الله يتمكم. قلت لي على الاقل يقول بسم الله بعدا. قال لي والو والله ما في اللي ياكل، ها هو الطويجين كولو، وغدا غسلت ديك الطويجين وخلي لي حتى في العشيه ان شاء الله وردوا لمولاتهم. قلت لي الله يرحم لك الوالدين، وجاب لي واحد القرعه ديال المناضه باش والو زعما نعكز وناكل ديك الطويجين ونشرب ديك القرعه ديال المناضه. قلت واخا هكاك مني فقت غيضرني الجوع اللهم ناكل داك الطويجين. سخنته وجبت واحد شويه ديال الخبز بقى عندي من الصباح وقلت بسم الله وبديت كناكل. عجبني هذاك الطويجين بيني وبينكم بنين، بديت كنضرب تبقى غطين. غسلت داك الطويجين حطيته. الصباح ملي فيقت كنحس براسي سخون عليا وشدني واحد الدوخه في شي شكل. قلت اعوذ بالله بالشيطان الرجيم، ياك ما هذيك النعسه اللي نعسو فقط تخربقات عليا. بقيت كنقول اعوذ بالله بالشيطان الرجيم اعوذ بالله بالشيطان الرجيم. غسلت راسي وليت شويه شربت قهوه ومشيت للخدمه ديالي اللي هي وسط الخدمه، انا ساكن وسط الخدمه. خرجت مشيت للخدمه خدام بخير اليز. ضربت ديك الوحده ديال العشيه كنحس بواحد الدوخه غادا وكتزاد عليا والدنيا كدور قدامي، وانا وليت كنقلب على شي حيط فين نشد باش ما نطيحش. ما غادي نفيق حتى الفجر. حليت عينيا كنلقى راسي وسط داك البيت اللي كاين في الشركه والظلام ما فهمت والو. او انا غمضت عيني الصباح وكنحل عيني بالليل. خرجت وما عارفين الشركه ما فيها حتى شي واحد، كاين غير العساس. مشيت عنده كنعيط ليه: با عبد السلام با عبد السلام با عبد السلام. لقيته بدا ينعس. قلت ليه: با عبد السلام اسمح لي فيقتك من النعاس. قلت لي انا ما فهمت والو، انا الصباح كنت بخير تغيبت حليت عيني بحال هكا. قال لي: يا ولدي على سلامتك ملي فقتي، راه درت لينا الروينه في الشركه. وبدا تيحاود ليا وانا كنتصدم من داك الشيء اللي كيقول. ما كنت تخيلت راسي انني درت داك الحوايج كاملين. قال لي: ان ولدي منين انت غيبتي بديتي كتغوت وكضرب في يديك وكضرب في الناس وكتعاير كلشي وعينيك تقلبوا والناس تخلعوا منك وشادين 3 ديال الناس صحاح والو، انت بحال فيك 10 ديال الناس. حتى جات الفرمليه اللي خدامه في الشركه ودقات لك واحد الشوكه عاد ارتاحيتي شويه وداوك لبيتك نعستي. وانا راه كل شويه كنجي عندك كنلقاك مازال ناعس. حتى دابا دازت واحد الساعتين ما قدرتش نجي عندك وانا نعس. عرفتي يا خوتي شدتني واحد الشقيق هذيك الساعه، واحد الشوك. ما حملتش راسي وما فهمت والو. بقيت داير كرسي جالس في الشركه وكنشوف. بقدر الله يجيني النعاس وبديت كنفكر شنو كاين، شنو هادشي اللي طاري ليا. مناش ما الشركه مسكونه وضربني شي حد، ولا كان الشركه مسكونه وضربني شي جن. راه غيضرب العساس هو الاول ولا غيضرب العساس اللي قبل، ولكن العساس اللي قبل راه عمرو قال لي شنو كاين. ما طاري والو، علاش غيضربني انا بالضبط؟ شنو زعما نكون تخطيت شي حاجه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انا هادشي ما كندخلوش لراسي، ولكن من هادشي اللي كيعاودوا لي وليت بحال اللي بديت كنتيق الصباح وانا النعاس طار ليا. بديت الخدمه ديالي بخير في المداخل، الناس كيشوفوا فيا وكله كيقول لي كي بقيتي شويه. كاين اللي ما قادرش يدوي معايا. عرفتي حسيت براسي بحال واحد السيد مكروه، وواحد السيد كلشي خايف منه وكلشي مرعوب منه. عرفتي ونفسيتي ما حملتها صراحه الله. غادي هكا خدام عاوتاني كتحشتني نفس الشقيقه اللي شداتني. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تميت غادي لبيتي، ما بقيتش قادر، ما بغيتش نطيح عاوتاني قدام الناس. قلت اللهم نطيح في بيتي واللي بغى يطرا. بقيت غير ملي قربت لبيتي وانا نعاود نطيح. عاوتاني غيبت ما فاهم والو. ولكن في هذه اللحظه عارف راسي شنو كنقول وكنبغي نحبس راسي ولكن ما قادرش. عارف راسي شنو كندير وكنشوف مزيان شنو كاين، ولكن بحال شي واحد كيتحكم فيا، بحال شي واحد عنده مانيطه وكيخدم بيا وانا باغي نخرج من داك المانيطه ولكن ما قادرش. عرفتي كنعاير كلشي وكنضرب كلشي وكنضرب في الحمي وكنعاير وكنخوت وكنحيح. جا مول الشركه اللي هو الحاجه هابط كيجري، وديك النهار كانت معاه مرتو في الشركه بحكم ان مرتو حتى هي خدامه معاه ولكن هي شاده الشركه الاخرى. غير داك المره جات على وديت شي خدمه ومريحه هي وياه في البيرو. مني جات بقيت كنعاير فيه هو وياها وبديت كنخرج شي اسرار على الحاج اللي ما عارفهم حتى شي واحد من غير الحاج بوحدو والله سبحانه وتعالى. انا عارفكم دابا ما فهمتوا والو، انا غنشرح لكم. انا بحال هذاك الطاجين اللي كليت طرات فيه شي حاجه سحروا ليا فيه، وهذاك السحور خلى داك الجنون يسكنوني انا. سكنني جن، وهذاك الجن
وهو اللي كيدوي في بلاصتي وهو اللي داير هاد الروينه كامله. عرفتي اخوتي دابا كنعاود لكم هاد الحوايج ما غتقدروش تخيلوهم، ما غتقدروش توقعوهم، ولكن راه الرعب اللي عشتو ما كيشف حتى فيلم ديال الرعب في الحقيقه. سيد الحاج مول الشركه كان ديجا مزوج على مراته، ومراته ما فراسها والو، ومزوج بالخدامه اللي كانت عنده قبل. وانا مني ديك الساعه طحت وليت كنعاود الاسرار كامله، وليت كنعاود الحاج وشنو كيدير الحاج وفين كيمشي الحاج ومع من كاين الحاج وبيبن مجوج الحاج، وهذيك المره اللي مجوج بها حامله، ومرته حيت ما كتولدش ليه الدراري فهو غلط مع الخدامه وتزوج بها، والخدامه غادي تولد وليد، فمراتو كعاد ديال بصح وبدات كدابز معاه. عرفتي الشركه كلها تقلبات وحتى واحد ما بقى خدام داك النهار. الحاج ما حش براسو هو يجري عليا، وانا بديك الساعه في الحاله ديالي راه حتى واحد ما قادر عليا. تخيلوا معايا هزيني 4 ديال الناس ولا 5 ديال الناس وباغيين يخرجوني من الشركه وكيقولوا لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. وانا مع راسي كنحس بحال راسي بحال شي شيطان غادي مخرجيني. خرجت على راسي وخرجت على عباد الله وخرجت على الحاج وخرجت على مرت الحاج وخرجت على الخدامه وخرجت على الناس كاملين. الله سبحانه وتعالى سترهم وانا كنت سبب باش نفضحهم، يا ربي تسمح لي. خرجوني برا الشركه وبداو تيخووا عليا الماء. تبديت شويه كنت واعى وبداو يقراو عليا شويه ديال القران، عاد حسيت براسي شويه بغيت ندخل الشركه. قالوا لي ممنوع تدخل الشركه، راك رونتي على الحاج والحاج زرع لك ما تقدرش تدخل. قلت له مع الاقل ناخذ غير حويجاتي. قال لي شوف سير دابا بدل ساعه اخرى وبالليل من تجي عند العساس اللي كتعرفو ديك الساعه يخرج لك حويجاتك يبرات وسير في حالاتك. داكشي اللي درت. بقيت جالس كندور يتم في الحي الصناعي ومريح من بلاصه لبلاصه وكنقول هادشي اللي طاري ليا، وكنبكي وكنغوت باغي نعيط لمالين الدار. كنقول لهم واش انا خرجت باش نضرب عليهم التماره ونخدم ونزيد دابا ندير لهم مشاكل والروينه ونحمقهم ساكن ويمرضوا؟ واش انا خرجت نخدم عليهم ودابا غادي نرجع لمدينتي ويوليو هما اللي خدامين عليا؟ تخيلوا معايا اخوتي الدنيا دارت عليا وما عرفت شنو ندير. واش نقلب على خدمه ولا نقلب على فين نبات ولا نقلب على باش نرجع في حالاتي؟ شنو غادي ندير؟ بقيت مريح حتى ضربت داك الليل ومشيت عند العساس بقيت مريح معاه وجبت ليه حويجاتي وقال لي شوف ريح معايا هاد الليله والصباح ديك الساعه وليدي قطع المركوب ديالك ورجع لمدينتك. وديك الساعه راه الكونطابل ديك الساعه راه دوز لك الحساب ديالك داكشي اللي خدمتي وربي يدير لي فيها الخير. هزيت صاكي اخوتي الصباح وتميت هاد الطريق المحطه. انا غادي في الطريق كتعاود طرا لي نفس القضيه في الشانطي، والحمد لله مني ما ضربتني شي طوموبيل وطحت غير جهه التطوار. جمعوا عليا الناس وكلشي كيغوت مالو شنو طاري ليه واش مريض مسكين، وانا كنغوت وديك اللي فيا هو اللي كيهضر. جات واحد المراه مسكينه منقبه الله يجازيها بخير والله يرحم ليها الوالدين في هذا النهار، كان عندها فضل كبير في حياتي غادي نقولها لكم عليها دابا. اللي جات وقالت لهم يرتاحوا بلا ما تقيسوا ما تخوا عليه لا ما لا والو، راه الماء ما غيدير ليه والو، ما غيفيق وما غيواعيه، وحتى القران راه غيفيق، ولكن خص شي واحد يكون متمكن اللي يقدر يفيق، حيت داكشي اللي كان فيه راه حتى انا كان فيه والحمد لله انا تشافيت منه. هزوا معايا غادي نديو عند واحد الفقيه. واحد السيد كيقول لها الشريف اش كتخربقي نديو الطب؟ قالت لي الشريف راه الطبيب ما عنده ما يدير ليه، هذاك الشيء اللي فيه راه ماشي مرض، داك الشيء اللي فيه راه سحور وما كاين اللي غيحيدو من غير الله عز وجل والقران. يلا غادي نديو لواحد الرقيق نعرفو. مشاو شدوا واحد مول الطاكسي مسكين ولي الطواق قال لهم يلا انا نديكم في سبيل الله، واخا انا هادشي ما عنديش الحق نديه ولكن بقى في يد سيدي يلا نديو. الله يرحم لهم الوالدين في هذا النهار هزوني في داك الطاكسي وداوني عند الفقيه. الفقيه ملي شافني قال للمراه نفس الحاله اللي كانت فيك هاد الدري مسكين فيه. بقيت عندك الفقيه مسكين 3 ايام، 3 ايام وكيرقيني، 3 ايام وكيوكلني، 3 ايام وكيشربني، 3 ايام وكيلعب لي على النفسيه ديالي كيحاول لي يرجعني انا مزيان وبخير. تخيلوا معايا اخوتي 3 ايام ما دويتش مع مالين الدار. عرفتي مالين الدار تقلقوا وطلع ليهم الدم وخلعوا عليا وما عرفوا والو. حتى نهار الثالث اللي وليت شويه عاد عطاني التليفون بحكم انه كنت حاس براسي ماشي هي هذيك، قال لي ما تهضر لا في التليفون لا والو. باش تفهموني اكثر غادي نوصف لكم الحاله اللي كنت انا فيها. كانوا عينيا تيحماروا بزاف وتيحوالوا وكنبقى نهضر بشي حوايج اللي انا ما عارفهمش، واي واحد شو نقدر نفرشو ولا نقول ليه انت شنو طاري لك ولا شنو غيطرى لك يا ربي تسمح لي، بحال اللي كنت كنتنبأ للمستقبل. وهذا الشيء انا عارفو الشرك بالله، ويا ربي تسمح لي انا راه ما كنتش ناوي ندير شي حاجه ولا ما قاصد ندير حتى شي حاجه، ولكن هذوك اللي فيا هما اللي كانوا كيدويو وشعري كان كله طاح. كان ما بقيت عندي كاع شعر، كنت مربي الشعر بزاف وكندير التشاوك وشعري كله طاح وكنضرب في الحمي وديما قامش الحمي وديما ضارب الحمي والحمد لله داك الجروح اللي كنت كنجرح بهم راسي كدوز 3 ايام 4 ايام ما كيطرى ليا والو، بحال ما كاين والو، بحال كنت كنكذب على راسي. هادشي صعيب انك تشيق ولكن راه بصح هادشي اللي كاين.
نهار الثالث عطاني التليفون، عيط لمالي الدار قلت لهم يسمحوا لي راه تليفوني حكا كان خاسر. مالي الدار ديالي مني ديك 3 ايام ملي كانوا كيعيطوا ليا ما جاوبتهمش، عيطوا لصاحبي. وصاحبي اش غادي يقول لهم؟ لا راه بخير مزيان راه خدام هو بخير، راه حكا وقع ما سمعش التليفون دابا يهضر معاكم. وخلاهم هكا. هما كانوا كيتسناوني بلي نصوني ليهم، ما صونيتش زادوا تخلعوا وقالوا مني بخير هو دابا الحمد لله. يقدر يكون هو ما باغيش يهضر، يقدر يكون هو طاري ليه شي حاجه، ما خليه. نهار الثالث ملي هضرت مع مالي قلت لهم حكا راه حكا تليفوني كان خاسر. قالوا لي ديك الساعه خذ التليفون من عند صاحبك وعيط لينا. قلت لهم صافي، قلت انا صايب تليفون انا نعيط لكم وصافي. دازت هكاك، دازت 3 ايام وخاصني نخرج من عند الفقيه. الحصص ديالي سالاو، واخا ما بريتش 100%، ولكن خصني واحد التريتمون اللي نبقى نعاودو ديما. واحد الماء ديال الرقيه، وواحد العشوب، وواحد الادويه طبيعيين خصني نتابعهم. وديما نقمودي، وديما نصلي، وديما ندعي الله عز وجل باش الله عز وجل يحيد عليا هذا البلاء. خرج قدام الباب ديال الفقيه وكاس كنشوف، كانت راسي الدنيا قدامي. الدنيا صراحه الله كانت كلها فلو، ما عارفش منين شنو ندير. دابا ب3 ايام كنت غادي نجي للدار وانا باقي دابا في نفس المدينه. يلا غادي نقول بسم الله نتوكل على الله. وهي توقف عليا واحد المراه منقبه، قلت لي السلام عليكم ولدي، كي بقيتي شويه؟ قلت لها الحمد لله شويه. شكون انت؟ قالت لي راه انا اللي جبتك ولدي الليله. وعاودت لي القصه من الاول حتى الاخر. قلت لها الله يرحم لك الوالدين. قلت لي دابا ولدي شنو ناوي دير؟ قلت لها راه ناوي ان شاء الله نمشي نرجع لدارنا. وعاودت لها ترى القصه ديالي من الاول حتى الاخر. قلت لي شوف ولدي، انا راه كاينه غير انا وولدي قدك وبنتي. بغيت ولدي تجي تسكن معنا وتخدم معايا، انا كنبيع ونشري في الخضره، مرحبا ولدي على الراس والعين. ما بغيتيش ولدي سير، انا حسيت بك وما بغيتكش تمشي لداركم في هذه النفسيه هذه، وامنتك على راسي. وخا انا راه غير وليا ومعايا بنتي وولدي فهمتي وثقت فيك. بغيتي تجي ولدي مرحبا بك. قلت لها الله يرحم لك الوالدين. وخا صراحه الله ديك الساعه كنت متردد، ولكن بيني وبينكم ما كنتش باغي نرجع للدار. اي واحد كان غير يبروبوزي عليا شي حاجه كنت غادي نديرها. مشيت مع ديك السيده، عطاتني بيت في السطح الله يرحم ليها الوالدين. مع الصا ديال الصباح جا عندي ولدها فيقني، قال لي يلا نمشيو للسوق ديال الخضره. مشينا شرينا الجمله وجيت وخدمت معاهم وخدام بخير. كنهضر مع مالي الدار على اساس انني مازال خدام في ديك الشركه، ولكن انا راه كنبيع ونشري في الخضره. والحمد لله كنت فرحان بزاف حيت كنبيع الخضره، وكانت واحد التجاره اللي زوينه، وكنهضر مع الناس وكنتلاقى مع الناس. واش دوك الناس اللي كانوا صادفوني ما قصروش مجهدهم، داروني ماشي غير ولدهم، كانوا كيتعاملوا معايا اكثر من ولدهم اللي كاين تما. والحمد لله تا ربي بارك لي في ديك التجاره، وليت كنبيع ونشري. داز واحد الشهور قلال ولقيت راسي انا داير واحد الطابله، ووصلت الوقيته اللي خصني نجي نشوف دارنا. داكشي تقريبا داز عليه واحد 8 شهور ولا 7 شهور، باقي ما شفتش مالين الدار. وتوحشتهم بيني وبينكم بزاف. كنت ديما تنبغي نجي نشوف مالين الدار، ولكن كنقول ديك فلوس المركوب اللي غادي نجي ونشوفهم انا كنهضر معاهم ابي الفيديو، ديك الفلوس نصيفطها ليهم، بحكم ان الصرير كان قليل بزاف اخوتي. دابا انا عارفكم غتقولوا لي انت راه في مدينه وفي مدينه وبقيتي 7 شهور 8 شهور، ولكن اخوتي راه كنت خدام ب 2000 درهم. باش نجيبها لكم بصراحه، خدام ب 2000 درهم وكاري ب 700 درهم وكناكل. هذيك 1000 درهم اللي كتبقى هي اللي كنصيفطها لمالين الدار. وانا كنحاول ندوز الشهر ديالي ب 300 درهم وبريكولات خفاف بحال هكا حتى 500 حتى 1000 درهم خصني ندوز بها الشهر كامل. نحمد الله ونشكر انني ما كنتش ملي وما عنديش شي بليه اللي غدير لي الفلوس. وصلت الوقيته اللي خصني نرجع فيها لدارنا ونشوف عائلتي. وهذاك الوقيته بالضبط غادي نرجع وغادي نقول لهم واحد الخبار اللي خايبه، وفي نفس الوقت باغي نقول لهم واحد الخبار اللي زوينه. الخبار الخايبه راه عرفتوها وهي القصه اللي طرات ليا، والخبار الزوينه هو ان ديك المراه اللي كنت خدام عندها بحكم الاحسان اللي دارت ليا والله يعمر لها دار، كانت عندها بنتها. قالت لي يا ولدي الا كنتي ناوي تتزوج، ها هي بنتي تزوج بها واجي تكون معنا هنايا وخدم وبخير. وكنت فرحان بزاف. بنتهم الله يعمرها دار وزوينه بزاف، وكنت فرحان صراحه الله بزاف. بقات 3 ايام باش نرجع لدارنا، وهذيك 3 ايام كنفكر انني ناخذ لمالي الدار شي كادويات ونجي في حالاتي. مشيت للسوق وجالس كنقلب شنو غناخذ لمالي الدار وهذه غادي نتلاقى مع واحد السيده عقلت على بنت الحاج اللي بسببها طرا لي هذا الشيء كامل. غادي نتلاقى معها بنت الحاج، شافتني وهي تعيط ليا. انا صراحه طلع ما قدرتش نشوف لها في وجهها، بت عيني قلت لها سمحي لي هي اول كلمه. قلت لها اجي نجلسوا في قهوه ونهضروا انا وياك. جلسنا وياها في قهوه وعاودت لها شنو طرا ليا كامل وشنو طرا لي في هذيك الاوقات كامله. قالت لي راه عينا ما نتصلوا بيك، عينا ما نعيطوا بالتليفون، تليفونك ما خدامش، حتى فقدنا الامل وكنا صافي. خليه هو بغى يمشي صافي ماشي مشكل. قلت لها راه ماشي انا اللي بغيت نمشي، ولكن راه انا تسببت في المشكل ديال الحاج وشنو كاين شنو كاين.
قالت لي شوف راه الوالده راه تقبلات شنو كاين وتفهمات الحاج انه ما عندوش وليد، وهذه بالسوس نكشفها وتدخلنا حنايا وانت مالك والو، انت كنتي مريض والمرض ديالك هو اللي تسبب لك في هذا الشيء كامل، وما عندنا من ناديك راه انت اديتي انت اعز الناس وها شنو طرا لك شنو طرا لك. وانت دابا بغيتي ديكلاري ونديروا لك محامي، انا معاك اي مصاريف نتكلف بها، بحكم اخوتي انني ديك 3 ايام باش كنت عند الفقيه قال لي ها شكون اللي دار لك السحر وها كيفاش وها فين وها شنو وها شنو وها شنو، وعرفت ان صاحبي اللي هو قريب ليا هو اللي كان السبب ديالي في هادشي كامل. فقلت لها شوفي انا راه بعيد على هادشي ديال البوليس، ولا مشيت للبوليس غنقول لهم صاحبي سحر ليا ما جاتش، انا غنخليه منه الله، انا غنخليه لاعظم محكمه عند الله عز وجل. بنت الحاج شافت التعيات وعرفتني انني ما باغي لا مشاكل لا والو، ما باغيش نسبب حتى شي حاجه، وهي مسكينه بغات تعاوني قالت لي خليك هنا في القهوه انا شويه غادي نجي لك. مشات وجات مع واحد لونفولوب، هذوك لونفولوب كانت فيه واحد البركه، وهي تقول لي شوف هذه من عندي. قلت لا 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 انا راه صافي الحاج الحمد لله داك النهار دوز لي في الحساب ديالي مني داز الاخر ديال الشهر، دخلت للبنكه ولا لقى الحمد لله داز لي داك الصالير ديالي. قالت لي شوف، قلت لي هاد البركه هذه ديالي وخلي لي النمره ديالك، الحاج غادي يعطيك واحد البركه واحده اخرى. قلت لها الله يرحم لك الوالدين. قالت لي شوف، قلت لي راه شنو طرا عليك بسببنا وهذه 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 وهذه، تقبل هذا الشيء وعادي. شديت داك لونفولوب وقلت لها الله يرحم والدين وعطيتها النمره ومشيت في حالاتي. داك لونفولوب اخوتي ما حليتوش كاع، ما شفتش كاع شنو فيه، صافي مع حكم خرجت كان السوق وانتم عارفين السوق كي داير، خشيت داك لونفولوب وكنت ديك الساعه تقديت داكشي اللي خاصني وتلفت، كانت بقات خاصني شي جوج حوايج اللي بعرف 3 ونسيت، صافي رجعت في حالاتي. ملي رجعت جبت داك لونفولوب وكنقلب وانا نتصدم بداك الشيء اللي عاد يعني. بنت الحاج عطاتني 5 المليون في لونفولوب ديالي اخوتي. تخيلوا معايا انا كنت خدام ب 2000 درهم تا وليت شاد لونفولوب فيه 5 ديال المليون. انا جالس كنحسب في الفلوس بحال هكا تلقى 5 المليون، كنعاود نحسب كنلقى 5 المليون، وانا نهز التليفون وانا نعيط لها قلت لها اختي راه وقيلا تلفتي في لونفولوب وعطيتيني هاد لونفولوب اللي فيه. قالت لي هذاك الشيء قليل في حقك، قلت لي انا اللي عطيتك ديك الحاجه، وغدا ان شاء الله يا ربي نتلاقاو في نفس البلاصه، راه دويت مع الحاج ويلا كنت غادي نعيط لك وتا هو عطاني واحد لونفولوب وبغى يشوفك. قلت لها لا سمحي لي ما نقدرش نشوف الحاج. قالت لي لا والو غادي يشوفك الحاج. داروا معايا في نفس الوقيته، وهذاك النهار كنت خدام، ولكن قلت المره اللي جالس عندها الله يرحم لك الوالدين عطينا واحد الوقيته غنمشي نشوف هذا السيد. قالت لي شوف ارتاح انت اصلا غدا ان شاء الله غتمشي في حالاتك بلا ما تخدم، سير شوف حسين وخذ داكشي اللي بغيتي وتلاقى دوك الناس باش غدا ان شاء الله يا ربي تشد الطريق. داكشي اللي درت، مشيت حسنت لبست عليا ومشيت تلاقيت الحاج. صراحه الله كنت حشمان بزاف باش نشوف الحاج. شفت الحاج وبست لي يديه وقلت لي اسمح لي شد الحاج، وبديت كنبكي. عنقني وقال لي شوف انت راه بحال ولدي، وداك الشيء اللي طرا ليك راه حنا السبب ديالو، وانا راه متفهم شنو كاين وعارف شنو طاري، وانت انا درت الغلط ديالي وانت كنتي السبب باش انك تصلح لي الغلط ديالي، وكنتي السبب باش ان مراتي تكون عارفه، والحمد لله ما طراش شي حاجه خايبه. وبقينا جالسين كنهضر انا والحاج وكنت عاود الذكريات وعاودت لي شنو طاري، وبقيت فيه بزاف صراحه الله بدات يبكي. ما كنتش متوقع ان الحاج غادي يبكي من القصه ديالي. وتا هو مسكين جبد واحد لونفولوب كتي واحد الشيك وعطاه ليا، قال لي شوف انا عارف القصه ديالك شنو طاري، وعارف علاه جيتي تخدم، وعارف شنو كاين، وتا العساس عاود ليا داكشي اللي كنتي كتعاود لي كامل، وديك البكا كامل اللي كنتي كتبكي بالليل وملي كتفكر داركم كذا. هذا الشيك هذا هو اللي غادي يغير لك حياتك. هذا ولدي اعتبرني انا باك وعطيتك هذا الشيك، وهذه هي النمره، وقت ما بغيتي ترجع تخدم مرحبا، ولكن ماشي في ديك الشركه حيت ديك الشركه عندك على ماضي خايب، غادي تخدم في شركه واحده اخرى وغادي تخدم يدي لي منها ان شاء الله يا ربي. عرفتي اخوتي واحد السعاده ما كنتخيلهاش، خصوصا ملي جبت داك الشيك وشفت داك المونطو. تخيلوا معايا داك المونطو اللي كاين في داك الشيك هو فلوس ديال الدار اللي غادي نشري لهم مالين الدار. تخيلوا معايا 9 شهور اللي خطر لي فيه هذا الشيء كامل، جبت معايا 5 المليون وشيك فيه فلوس ديال دار الحلم ديالي اللي كنت غادي نخدم عليها واحد 30 عام ولا 40 عام. كان ربي الحمد لله دار لي واحد الامتحان ونجحت فيه، وكان الحاج السبب باش انني يعطيني داك الفلوس. عرفتي واحد السعاده خوتي راه ما يمكنش. كنت غادي على فرحه وليتي غادي على 60,000 فرحه. عرفتي ما كرهتش ديك الساعه نشد الطياره ولا الطريق ولا نتمشى على رجلي نرجع لدارنا ونفرحهم بديك الفرحه. وفي نفس الوقت بغيت نهز التليفون نقولها لهم ولكن ما قدرتش، قلت خليتها نمشي لتما ونقولها لها. وفي ديك اللحظه اخوتي غادي نتفاجئ من واحد الهضره غادي يقولها لي الحاج، اللي صراحه الله صدمني وما كنتش كنتوقع ان الحاج غادي يقولها لي. الحاج طلب مني واحد الطلب اللي غريب، قال لي شوف ولدي انا عرفت المصداقيه ديالك وعرفتك انت كي داير وعرفت عقليتك وعرفت كل الناس،
بغيت نطلب منك انا واحد الطلب اللي غادي يجيك غريب، اللي نورمالمون واحد اخر اللي غادي يطلبه مني، ماشي اللي انا اللي غادي نطلبه منه. انت عارف انني عندي غير البنات، وليد واحد اللي الله رزقني به الله، ولكن انت اعتبرتك بحال ولدي، وما غاديش نلقى احسن منك لبنتي. عرفتي يا خوتي ديك الساعه تشوكيت، ما عرفتش ما ندير. واش نقبل بنت الحاج ولا نقبل البنت اللي وعدتها بالزواج، اللي امها عاونتني وسكنت في دارهم هادي 4 شهور، وهما اللي عاونوني وخدموني واصلا ديك الساعه يلاه هضرت مع المراه على بنتها والمراه قبلات، وانا بقى لي نهار باش نجي لدارنا ونعاود الوالديه شنو كاين، ونقول لهم انا راه غادي نخطب واحد البنت. وليت حير واش ناخذ بنت الحاج ولا ناخذ بنت المراه اللي عاونتني. هنا خوتي غادي يسالي الجزء الاول، الجزء الثاني مشوق بزاف غادي نعاودو لكم، وغادي تعرفوا اين وحده اللي خديت، واش بنت الحاج ولا بنت المراه اللي عاونتني. وغادي نعاود لكم حتى على صاحبنا شنو طرا ليه، اللي غتصدموا الصدمه ديال العمر، اللي اي سيناريو غادي تخيلوا دابا ولا تكتبوا لي في كومونتيرات غادي نقول لك لا. واي توقع توقعتيه في راسك او تخيلتيه في راسك او شفتيه في شي فيلم، ملي غتشوف الجزء الثاني غادي تقول ايش هاد الشيء، عكس التوقعات بتاتا. هاد القصه اللي عاودت لكم اخوتي ماشي ليا انا، هاد القصه حقيقيه طرات لواحد السيد من المتابعين ديالي، وجا عندي وريحت انا وياه في قهوه وعاود لي القصه كامله. تخيلوا معايا القصه فيها ساعتين وتعاود ليا، وكل لحظه وانا كنت شوكه، خصوصا في الجزء الاخير اللي عاود ليا فيه، اللي لدابا انا مازال مصدوم. ودابا ما عرفش كيفاش غادي نبدا لكم الجزء الثاني. نخليكم هنا سالات الجزء الاول، وان شاء الله من بعد يوم ولا 3 ايام غادي نحط لكم الجزء الثاني. الا شبعتوا هذا الفيديو هذا لايك غادي نحط لكم الجزء الثاني، وكتبوا لي في الكومونتيرات بغينا الجزء الثاني باش تعرف شحال من واحد وصل لهنايا. ما تنساوش تدخلوا عندي الانستغرام، ونتلاقاو في الجزء الثاني ان شاء الله.